ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم المايسترو أيمن الفتلاوي من النجف الأشرف، متحدث باسم حملة حقنا لتأجيل الامتحانات. يعني لحد هاي اللحظة، لحد اليوم، ماكو أي وزير سمعنا وناشد بحقنا. يا وزير التربية يا محمد إقبال، إلى متى راح تظل تظلم طلابك؟ ليش مساوينا وينازحين يوم 25/7؟ يعني أنا واحد من الطلاب اللي أداوم بالنجف، شفت مدرستي اللي أمتحن بيها، القاعة اللي أمتحن بيها، والله لو تجي تشوفها ربع ساعة ما تصبر بيها. لا خدمات، لا فد كهرباء بيها، مروحة ما بيها. تقبل ابنك يقعد بيها؟ لا والله ما تقبل. ليش احنا مو ابنائك؟ احنا مو طلابك؟ ليش ما تخلينا نحبك؟ ليش ما تراعي ظروفنا، مشاعرنا، احساسنا؟ يعني اربيل، الاقليم وحد، واحنا وحد، النازحين وحد واحنا وحد، اهل الجنوب. ليش؟ يعني شنو الاقليم يأجل الامتحانات الى ما بعد رمضان؟ ليش ما تأجلها انت الى ما بعد رمضان؟ يعني ليش ما تساوينا؟ اريد اعرف ليش ما تساوينا. وبالمناسبة الاقليم بعد تعرفوا جميع هو اقليم، ترى مو دولة، اقليم من عندنا بينا، وجميع لو تطبون للقاعات حتى سبالة بينا. يعني وأجل الامتحانات إلى ما بعد شهر رمضان. يعني يا وزيرنا يا محمد إقبال، ناشدنا وطلعنا مظاهرات، ومن المحافظات طلعنا وهوسنا، وماكو مجلس محافظة ما رحنا له، ورفعنا كتاب إلك. يعني إلى متى راح تظل تظلمنا؟ والتواصل الاجتماعي أيضا حاكيناك، وحاكينا بعض المسؤولين والإعلاميين، وضجة قوية، واليوم معود يا ابو المروة اطلع حس شوية احكي بالموضوع. يعني لهالدرجة ما عندك إحساس؟ يعني شنو أنت مو بشر مثلنا لو مو بشر؟ أجل امتحانات يا أخي، أجل الطلاب ما تقدر. يعني أبو الطبية، أبو المهندسة، يعني يريد يمتحن 3 ساعات قاعد بالقاعة، حتى ما يقدر يركز بالأسئلة، وبالحر كاتلة الشمس. يعني شلون بهاي الحالة شلون؟ يعني محروق أعصابنا، قلبنا طق. يعني ما تراعى هاي يعني هاي ما تراعينا انت لك انت شنو من بشر؟ يعني ارجو من مرجعيتنا العظيمة الكريمة انه هاي خطبة الجمعة تناشد بمطالبنا، ما عندنا غيركم. ارجو من السيد علي السيستاني دام ظله ان يراعي ظروفنا. عم محمد الكربلائي ايضا في خطبة الجمعة ان شاء الله اللي يريده يخاطب بحقنا، بلكي ولعل يوصل صوتنا لهذا محمد اقبال. ترى والله ملينا. يعني احنا ترى بس احنا مظلومين. انت مو تقول اريد اراعيكم مثل الدول الباقية؟ يلا روح شوف الدول الباقية شنو شلون، شوف امتحانات، شوف وين قاعاتهم. يعني بس العراقيين مظلومين. بعدين نجي الشغلة الثانية، طلابنا يا طلابنا انتوا ليش ساكتين؟ ليش خاتلين بالبيت مثل النسوان خاتلين؟ هذا مو حقكم. اكو واحد يسكت عن حقه؟ لو بس تريد على الحاضر ويجيك تأجيل اذا ما تطالب بحقك. يعني الى متى تظلون هيك؟ يابا طلعوا. ترى هذا حقه، واللي يسكت عن حقه معروف شنو هو، والتعبير موجود. بس اللي اريده من عندكم، ما اريد بس تأجيل، انا ما اريد بس اجلونا ورا رمضان. حتى هم كذلك راح يصير عندنا وقت، حتى راح
تحصل نسبة نجاح عالية إن شاء الله، والموفقية للجميع. أرجوكم لا تسكتون عن حقكم يا معودين، هذا حقكم، حقكم. طلعوا ناجدوا، طلعوا، لا تظلون قاتلين بالبيت. ولعل يوصل صوتنا، ولعله يوصل صوتنا للوزارة ويشوفونا حق عراقيين مظلومين. الله وكيلكم، ساوونا عام 25/7، ساوونا وينازل، يلا قابلين. بس الأسئلة تتوحد، ما نريد تفرقة، لأن التفرقة هي اللي خربتنا، هي خربت العراق، دمرت العراق التفرقة. وإن شاء الله سنة وشيعة وكنا أخوان، وماكو أي تفرقة ولا ديانة اللي تفرقنا، والتوفيق من الله. أخويا يا ريت هذا الفيديو يشوفه أحد مسؤولين، أحد طلاب. يعني أنا واحد من الناس طالب أمتحن بقاعة مروحة ما بيها، بربك تيجي تقعد انت بهاي القاعة، بس تعال وشوف النجف. يعني اكو قاعات والله محروق قلبي، يعني ما اعرف شو اعبر عنكم، هم يفيد وياكم. هذا قليل بحقكم، نطالب ولعله يوصل صوتنا. المرجعية اهم شيء عندنا، اللي هي توصل صوتنا بالكل، لعله انه يحس بينا الوزير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم ايمن من نجف الأجرة.